الإسرائيليين لا يقاتلون ضد الفلسطينيين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. هذا قتال وجود وليس قتال حدود. لماذا خلقوا تونس؟ لماذا خلقوا ليبيا؟ لماذا خلقوا الجزائر؟ لماذا خلقوا سوريا؟ لماذا؟ لكي تبقى هذه الأمة مشلولة، غير قادر على توحيد الماء، غير قادر على توحيد الغذاء، غير قادر على توحيد اليد العاملة، غير قادر على توحيد حتى أفكارها. ولماذا تبقى يريدون لها أن تكون مشلولة؟ لكي يتمكنوا هم فقط من العمل بجدية، أما نحن نكون مشلولين. لما جاء الاستعمار الغربي وطلع وبيعطينا استقلالنا، أعطانا استقلال مزيف، سلمنا للعملاء، سلمنا لنواب الاستعمار، وقال لهم اعملوا جوازات سفر، اعملوا حدود، وتقاتلوا علشان الحدود. امنعوا التونسي انه يمشي لليبيا، امنعوا الجزائري انه يمشي للمغرب، امنعوا المصري انه يمشي لليبيا، امنعوا السوداني والمصري انه يتلاقوا، علشان تبقى هذه الامه مشلوله. يا اخواننا لابد نفيق، نحن في خطر، لان هذا العالم لا يعترف بالحق، يجبر فقط على اعتراف على وجودك بقوتك، مش بالحق. فلسطين مش عندها حق، الشعب الفلسطيني هو صاحب فلسطين، هذا حق يعترفوا به؟ ما يعترفوا به. من اللي باقي فلسطين؟ الأقوى الذي قادر يدفن فلسطين أحياء، هذا هو اللي باقي. اللي عنده الفانتوم الأمريكية هو اللي باقي. ما تقولوش والله حق، الشعوب عند الحق في تقرير مصيرها، هذه بديهية، لكن من يطبقها؟ ما الشعب الفلسطيني عند الحق في تقرير مصيره؟ ولن يتوانوا في تدميركم إذا وجدوا فيكم ضعفا، إذا وجدوا فيكم ثغرة، لا يراعوا فيكم إلا ولا ذمة. ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش ممكن يرضوا عنكم. امشوا استسلموا، امشوا اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا نقليكم على عيوننا على رؤوسنا. ما ينفعش، لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في التحكم فينا، ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا وتسخيرها لصالحهم. هم استسلمت كثر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء اللي يمنع فقط، المقاومة. ما تسمعوش أي كلام آخر، المقاومة فقط. وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم، يجب دعمه وحشد كل الإمكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لأن الخندق الفلسطيني هو الخط الأمامي للدفاع عن الأمة العربية. إذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الإسرائيلية إلى البلاد العربية من محيط الخليج، يريدون إقامة إمبراطورية إسرائيلية فوق الأرض العربية. ليس هناك حماية للوحدة العربية. ما تسمعوش أي كلام، يا وحدة يا تصبحوا زي الهنود الحمر. تسمعوا بالهنود الحمر، تسمعوا بالغجر اللي مشتتين في جميع أنحاء الأرض. العرب يراد تشتيتكم، هذا تحدي، أمة تتحدى فيكم، يجب أنكم تتحدوا هذه الأمة. لماذا؟ هل أنتم جبناء؟ ما عندكمش إمكانيات؟ ما عندكمش حق أن تعيشوا تحت الشمس وفوق الأرض بجدارة؟ أمة أمريكية تتحدى فيكم، يجب أن تتحدوها، مش تطاطوا الراس أمامها. أمة أوروبية تتحداكم، يجب أن تتحدوها. لو نقدم ملايين أخرى في سبيل هذا التحدي، لو يبقى مليون عربي حر يكفي. نعم، وإلى الأمام والكفاح مستمر.